لفوك في طوب ابيض يا ابو قلب لون ابيض، كان كل شيء باهت بس السحاب ابيض. كانت زفتك حلوة والناس حزينة بقلب، كانت ملامحك نور لون شعرك الابيض. من يومها وانا قلبي انا كده ما عادش صاحب حد خلاص، ما عادش دخل حد بيتي. لما صاحبك وعشرة عمرك يخش بيتك ويغدر بيك ويبص على اهل بيتك وما تيجي تتكلم تبقى وحش. هم عاقبوه على ان هو عمل محضر لانه ازاي تعمل محضر؟ ازاي تعمل محضر؟ وخلاص وصالحته، والراجل ما عندوش اي مشكله ونايم، تروح له تنده له ولا عمره تقول له شكل انزل في حد ولا انزل عايزينك، الراجل نازل تسحلوه. الصحاب 3: صاحب اوعى تدخله بيتك، وصاحب ما يعديش من تحت بيتك، وصاحب اوعى تحكي له عن بيتك، وصاحبي وصاحبك على القهوة. لكن اللي أشرف القصبي عمله فتح لهم بيته، واكلين شاربين واخدين ضيافتهم، أمينهم على بيته وعلى مراته، وكانت النتيجة إن هم عكسوا مراته. ولما أشرف فكر إن هو حتى يتكلم قطعوه، طلعوا مصارينه بره، ويوم جمعة وفي وسط الناس كلها وما فرقش معاهم أي حاجة. يلا بينا نعرف إيه القصة وإيه الحكاية. بس قبل ما نحكي حكايتنا فضلا وليس أمرا تدعوا لوالدي بالرحمة وتصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو انتوا حابين يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا. القصة كلها ان شاب اسمه أشرف القصبي من محافظة الدقهلية من قرية الدمنة. الشاب ده عنده 36 سنة، متجوز وعنده بنتين. البنتين في ابتدائي، واحدة في سنة تانية وواحدة في سنة 5 ابتدائي. عنده محل ملابس. شاب طول بعرض، احترام، أدب، أخلاق، الناس كلها بتشهد بأدبه وأخلاقه. ومراته ست محترمة جدا، الناس عارفة ان العيلة دي عيلة محترمة جدا جدا. اللي حصل ان أبو سندي اللي هو أشرف معروف عنه ان هو اسمه أبو سندي، كان عنده 2 اخوات. الاتنين دول صحابه وعشرة عمر بقالهم سنين، بس يعني ما كانوش احسن حاجة، معروف عنهم ان اخلاقهم مش كويسة. حتى اهاليهم كانوا من وقت للتاني كده بيطردوهم من البيت ومش عايزينهم، يعني الناس ما كانتش بتحبهم، اخلاقهم مش كويسة، بلطجية. بس انا مستغربة ازاي اشرف يصاحب ناس زي دي، واحد محترم زي ده ازاي يصاحب ناس زي دي؟ بس هو تقريبا كده كان زي ما بيقولوا على سجيته، يعني على الفطرة، ما كانش حاطط في دماغه اي حاجة من دي. هو كان شايف ان دول 2 صحابه، كان ما كان اهليهم بيطردوهم بقى في الشارع، كان هو بيفتح لهم بيته ومراته تطبخ تعمل لهم اكل تضيفهم، وكانوا يجوا يقعدوا معاه يشربوا الشاي ويقابلهم باحترام وادب. بس كانت النتيجة فتح لهم بيته ان هم عكسوا مراته. وزي ما الناس كانت بتقول يعني اصحابه دول كان معروف عنهم بكده ان هم مش كويسين وبيعكسوا الراحة واللي جاية، وان مفيش اي واحدة بتعدي من تحت ايديهم. فطبعا اشرف رفض حاجة زي دي واتضايق جدا، وراح عمل فيهم محضر، عمل لهم المحضر وتصالحوا وخلاص تمام مفيش اي حاجة. تاني يوم راحوا نادوا عليه يوم الجمعة بعد الصلاة. أشرف كان مفكر ان هما جايين يشربوا معاه الشاي، ان خلاص بقى هما اتصالحوا مفيش اي مشكلة ما بينهم. راح يرد عليهم، قالوا له انزل عشان احنا عايزينك. نزل فعلا بحسن نية، مفيش اي حاجة خالص، يعني هو حتى مش واخد معاه ايد مقشة، هو نازل بحسن نية ان هو نازل لاصحابه ونده عليه. مش عارفة هو ازاي امن للناس دي بعد اللي عملوه. يعني انا زي ما قلت لكم ان الشخص ده كان على نياته جدا، وفعلا نزل لهم. اول ما نزل لهم يعني اشرف كان قاعد في منطقة سكنية فاضية شوية، يعني مفيش فيها حد قوي. اول ما نزل لهم خبطوه بآلة حادة في رجليه، وبعد كده خبطوه في جنبه. نسيت اقول لحضراتكم ان اشرف كان عنده اعاقة في ايده اليمين بنسبة 70%. هما استغلوا ان دراعه اليمين طبعا في اعاقة فمش هيقدر عليهم، وقعوه الارض. واول ما اشرف ابو سندي وقع في الارض بالآلة الحادة وفتحوا بطنه، طلعوا مصارينه بره وقطعوه حتت قدام الناس كلها. يوم جمعة
بعد الصلاة، وجاره لما فكر ان هو حتى بس يتدخل قالوا له لو اتكلمت هنعمل فيك زي ما بنعمل فيه. خوف الناس كلها عشان ما حدش يقدر ان هو يتكلم. جهز له الغدي وبقول له تعالى يا اشرف، فجرس ضرب، ببص بقول لك من بين السلم لقاهم، فهم مفكرين ان يعني ايه ما دام اصطلحوا هيتكلموا مع بعض يطلعوا يشربوا شاي زي الاول وياكلوا ولا بتاع معاه. فراحوا ماسكينه شادينه ساحلينه لغايه الطريق، خدت بال سيادتك؟ فده اللي حصل يعني، طلعوا السلاح بقى نيموه وقعدوا يقطعوا فيه بلا رحمه، يعني ما فيش رحمه. احنا هنا فين؟ احنا هنا في غزه. انت قلت لي ان اشرف مش بتاع مشاكل وعمره ما اتخانق مع عمره حد. البلد كلها بتخاف، عمره أنت ما حد صديقه؟ جاب، انا يعتبر اخويا. صديقي. عايزه اقول لكم ان كل العمليه التشريحيه اللي قاموا بيها دي كلها ما كملتش 10 دقايق في وضح النهار قدام الناس كلها، ومفكرين ان هم كده مش هيتجابوا. عملوا كده وهربوا، بس هم طبعا اتجابوا، يعني الشرطه قدرت ان هم تجيبهم، وحاليا هم مقبوض عليهم، والناس كلها مستنيه حق ابو سندي، لان الناس كلها كانت بتحبه جدا، والناس كلها مستنيه ان الاتنين دول ياخدوا اعدام، وان شاء الله هياخدوا اعدام. انا عايزه اقول لكم كمان ان ابو سندي كانت والدته متوفيه قبل وفاته باسبوع، ودي برضو حاجه يعني عايزه اقول لكم ان احنا ماشيين بدعوه اهالينا، احنا ربنا ساترها معانا بسبب دعوه اهالينا، دعوه الام. ابو سندي كان ربنا ساترها معاه طول الفتره دي كلها، طول حياته، بسبب دعوه امه، لكن لما امه توفت سبحان الله يعني، وتقريبا كده ربنا ما كانش رايد يحرق قلبها على ضناها، يعني الست ماتت الاول وبعد كده ابنها مات بعديها. هو اللي حصل ان هم كانوا عكسوا زوجته، واللهم صل على النبي، راح عمل محضر اللي هو يوم الاربع اللي فات، واتحجزوا واتحجز واتعرض على المحضر ده هو وصالح ده، واتصالحوا رئيس المباحث هنا صالحهم على بعض، والموضوع اتفضوا وعملوا محضر عدم تعرض على بعض وخلاص، وتمام التمام ومفيش اي حاجه. جم سمعت بقى من الجيران ان هم جم من بعد الصلاه 3-4 مرات هو واخوه، وتربصوا باخويا يضايقوه اه وحاولوا يستفزوه عشان ينزل لهم. هو نزل بحسن نيه ان هو يقول لهم خلاص غلط كده، ما ينفعش كده. ما حاولوا يستفزوه يا عم احمد ويضايقوه ويزعقوا من تحت ويشتموه. نزل رحمه الله عليه اشرف معاه حاجه؟ لا ما كانش معاه اي حاجه. تمام. ايه اللي حصل بعد كده؟ هو نزل فتح لهم البوابه، نزل قالوا له، انا سمعت ان هم قالوا له من فوق انزل يا اشرف يا ذكر، انزل يا اشرف يا بطل، احنا تحت اهو، احنا مش عارف ايه. فاخويا عنده نصبة اعاقه في ايده اليمنى ماشي، وبياخد حتى يمكن عليها معاش والدي، والاعاقه ديت حوالي 60% ولا 70%. فخد حته بتاع خشبه بيهوش بها. سمعت بقى ان هم للدفاع عن النفس. للدفاع عن النفس. نيموه هنا عند الامينه هنا عند العربيه هنا، ونزلوا فوقه الثلاثه الاثنين او اللي كانوا بيقولوا فيه ثلاثه، نزلوا فوقه ضرب. انا سمعت من اهل الشارع ومن الجيران ان هم كان معاهم سلاح وبيهوشوا بيه. كان معاهم سلاح؟ كان معاهم سلاح. ايوه كان معاهم سلاح. تقصد ان هم كانوا يعملوا على تجدير السلم العام؟ يا باشا جم 3 مرات ومبيتين النية له، هم كانوا في ايوه هم كانوا في المركز وتصالحوا، جم 3 مرات امنوا عليه ورايحين جايين، والجيران هنا يا ابني ارجع انت وهو، يا ابني ما ينفعش كده، يا ابني مش عارف ايه، مصممين. نزل بقى شفت بقى الفيديوهات، خدت اخويا بالعربيه وجريت على المنصوره. قالوا لي ان الله وان اليه راجعون. واحنا لسه يمكن الخميس بتاع والدته لسه ميته من اسبوع. يعني احنا كان عندنا، وهم دول اصحابه، وكان يمكن ابوهم يقول لي سلم لي على اشرف ده عندي احسن من عيالي، عم علي ده اللي هو ابوهم ده اشرف واشرف كانوا ما يطلبوش حاجه من اشرف الا ما يعملها لهم. ونعم الوكيل في الظلمه اللي عملوا في ابو سندي كده، وان شاء الله حقه راجع، وربنا يصبر مراته وبناته الست المحترمه، ربنا يصبرهم على ما بلاهم، وربنا يرحمه ويصبر اهله. وفي النهايه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم سالمين.